المباراة. كرة داخل منطقة الجزاء، تغطية بجانب الدفاع، رجعت مرة ثانية لصالح المنتخب الإسباني. كرات في العمق، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، والدفاع ينقذ الموقف من محاولة كادت أن تكون في شباك المنتخب الوطني المغربي. يقظة الدفاع في الوقت اللي الحارس يونس بن شوش تالي بعد هذه الكرة. نعم نشوف هنا تسديدة بهذه الكيفية، والزواني فؤاد ينقذ المرمى من هدف محقق. تموضع في المكان المناسب، حاول ما أمكن يعني الصغربية مرة ثانية إمكانية تسديد. عثمان معما يستلم فرصة الدخول وأيضا الاختراق داخل منطقة الجزاء. بإمكان الانخراط في العملية الهجومية والاختراق والبحث عن إمكانية التسجيل. إعادة الكرة خلفه، معروف سلال، إمكانية تمرير عرضية، فرصة داخل منطقة الجزاء ولكن كتغادر. عملية هجومية بهذه الكيفية، الاختراق، البحث، تسديدة ممتازة مباشرة صوب الحارس، صوب الحارس. نشوف غونزاليز وفي نفس من 19 سنة هناك بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. بالإضافة مع ماذا يفعل، يوصل الكرة ديالو، عملية الاختراق، مرور ممتاز، مرور ممتاز، ولكن هناك تغطية في آخر تنفذ رأسية، والتغطية من جانب الدفاع تعود مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي. رفع هذه الكرة ممتازة ممتازة ولكن صوب الحارس. واني كرة مغربية، محاولة تمريرة تأتي من الجهة اليمنى، الإعداد والتحضير لهذه العملية الهجومية ننضم إليها. محاولة سير في الخط الأمامي، تمريرة، تسديدة، إمكانية الهدف الأول. محاولة يضيع الهدف. سلال الاختراق أو التسديد، أي الخيارات ستلوح في الأفق. إعادة الكرة للخلف من جانب ياسين شاسم، يلعبها في الجهة اليمنى. لاحظون انتشار لاعبين المنتخب الإسباني، تحس بأن هناك كثرة عددية خاصة في المنطقة الدفاعية. حالما تضيع الكرة المنتخب الإسباني، الكرة داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع. محاولة كترجع مرة أخرى، كرة ثانية مغربية، فرصة تسديدة، كرة في الركنية، محاولة مغربية، كرة ديالو بشكل ممتاز سعد الحداد، تسديدة ديالو لولا التغطية الدفاعية خدا الوقت ديالو. نفذ في الركنية داخل منطقة الجزاء، البحث عن الرأسية ولكن مباشرة إلى خارج. على الظهور القوي في المشاركة الأوروبية. كرة مغربية، هذه محاولة ممتازة من الجهة اليمنى برأسية، وإعادة الكرة صوب الحارس. زبيري يمر أمام ثلاث لاعبين، يراقص ثلاث لاعبين، تسديدة زبيري، ثلاثة ديال اللاعبين. هذه لا تزال محاولة مغربية ولكن في آخر المطاف إلى خارج. رقم برافو، تمريرة عرضية ولمس الكرة لاعب المنتخب الإسباني. كيصبح أكثر عملية هجومية مغربية، فرصة محاولة مراوغة، فرصة وهدف يضيع، هدف يضيع للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا كيفية والأسلوب، السرعة والدخول داخل منطقة الجزاء، والزواني بالرجل اليسرى كاد أن يضعها. هذه عملية من في خط الوسط، إعادة الكرة للخلف، الاستعانة بمن؟ الاستعانة بلو، كيحاولوا يخترقوا، كيحاولوا يدخلوا داخل منطقة الجزاء. يجب إبعاد مثل هذه الكرات، تسديدة قوية وإلى خارج رقعة. إذن بيو كاناليس لاعب راسينغ سانتاندير الإسباني، تهيئ الكرة بهذه الكيفية ولعبها في الزاوية البعيدة. حظ أنه اعتادت العارضة كمغربية، فالنوستالجيا تعود بنا إلى أن المشاركات الجميلة في السنوات السابقة. كرة مخالفة، الحكم يتدخل، لعبها بهدوء فوق الجدار ولامست الشباب في الوقت اللي المنتخب الإسباني بتمريرة عرضية والحارس في المكان المناسب في أوكرانيا. نعم في الوقت اللي شوفوا هذه المحاولة هي التي تجابه اليمنى. عثمان معما محاولة اللحاق بين الكرة، يتمكن من ذلك، ما خرجتش الكرة وفي آخر مطاف كرة في التمام. هذه الكيفية، هذا عميد المنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهة. حسام الصدق حاول مع هذه الفرصة، تغطية دفاعية تعود لصالح المنتخب الإسباني. للمنتخب الإسباني تمويه، تحضير للجهة اليسرى تحديدا، محاولة الخروج لهذه الكرة وصعبة جدا إلى خارج، لكن عندنا إمكانيات تخلينا أننا نوصلوا شباك المنتخب الإسباني. هذه تمريرة مرة أخرى للمنتخب الإسباني. سقوط، كاين خطأ، الاختراق أمام جوج ديال اللاعبين، كاين خطأ الحكم ما تدخلش لأنه كانت عملية ديال العرق على الاحتياط. هذه محاولة تمريرة كتضيع، كتصبح مرة أخرى للمنتخب الوطني المغربي. القراءة ديال الدفاع
فرصة ممتازة في غياب التسلل. جول والهدف الأول مغربي في غياب التسلل. الهدف من إمضاء الزبيري الذي يضع الكرة في الشباك. المونديال، الهدف الأول في المونديال، الهدف الأول في كأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب الإسباني ينحني للهدف الأول المغربي للزبيري الذي وضعها في الشباك. نعم ممتاز الزبيرة الرائعة. التمريرة بالمقاس التي أتت بهذه الكيفية في غياب التسلل، لا أعتقد فيها تسلل، لا أعتقد إطلاقا فيها تسلل. الزبيري انطلاق، الزبيري مر خد في منطقة الجزاء ويضعها في الشباك. هذا ياسر ومن غيره هو من تمكن من استثمار هذه الكرة في خلف دار المدافعين وتمكن من دحرجتها بهدوء ليدخلها في الشباك الإسبان. هدف أول في المونديال في بداية موفقة. نتمنى أن يستمر هذا التوهج وهذا الحضور وهذا وابي الذي يظهر على أنه سعيد لفريق اف سي برشلونة. بعد ذلك غير الوجه ليكون لاعبا لمايوركا. هذه الانطلاقه مغربيه، محاوله من الجهه اليمنى مع ماذا يفعل؟ يخترق، يدخل داخل منطقه الجزاء. جول والهدف الثاني مغربي. جاسم ومن غيرك في شباك يسجل ويقدم. اسبانيا تنهار، المنتخب الاسباني ينهار، والمنتخب الوطني المغربي يقدم الاصرار، يقدم العزيمه نحو الانتقاء. الهدف الثاني يعطي الجرأة الاكثر والطموح الاكبر من اجل اضافه اهداف اخرى. وهذا معمى ماذا فعل؟ انسل ومر، وهي كرة في طبق من ذهب لتكون لصالح المنتخب الوطني المغربي. الهدف الذي أتى بهذه الكيفية أعتقد أنه ياسين، نعم ياسين جاسم هو من سجل، هو من تمكن من وضع هذه الكرة في الشباك. المحترف ياسين جاسم، نتحدث عن اللاعب المحترف بفرنسا. الانطلاق عثمان ماذا يفعل؟ عملية الهجوم، اختراق أو البحث عن تسديدة ممكن، تسديدة جميلة مرت بالمحاذاة من عن طريق اللاعب نعيم بيار. اختراق، مرور امام جوج اللاعبين، كره ممتازه مغربيه، محاوله تمريره ولكن هناك التغطيه وتعود مره اخرى للمنتخب الوطني. يا سلام، قادم في اخر دقيقتين اثنتين، لما لا؟ كره مغربيه نحو الشباك ان شاء الله تنفذ راسيه، ولكن التغطيه طالب بلمسه ولكن الحكم يقول مواصله اللعب. لا تزال الكره للعناصر الوطنيه. محاولة المرور من الجهة اليمنى بيار، هذا الانسلال، هذه محاولة الاختراق مغربية ممتازة. جول. وقبل ذلك بإمكانهم أن يحملوا المشعل. الكرة إلى خارج الخط الخلفي وإلى حامل الكأس. كرة تنفذ، تسديدة قوية والهدف. هدف للمنتخب الإسباني. نشوفوا القرار ديال الحكم، واش كان تسلل؟ بالفعل الإشارة، نشوفوا اللقطة واضح تسلل هنا. نحن في موضوع ديال الحكم المساعد، وأيضا هذه الكاميرا تحديدا